زي النهارده يوم 18 يناير سنة 1863 تولى الخديوي إسماعيل حكم مصر بعد وفاة عمه سعيد باشا. ولد في 31 ديسمبر سنة 1830 في قصر المسافرين خان بالقاهرة بالجمالية، وهو الابن الثاني لإبراهيم باشا ابن محمد علي وخامس حكام مصر من أسرة محمد علي. شهدت البلاد في عصره نهضة عظيمة وإنجازات كبيرة، وهو صاحب أعظم إنجاز في تاريخ مصر الحديث، وهو من أمر بحفر قناة السويس. لو لسه فاكره ادعي له برحمة. رحم الله كل من خدم تراب هذا الوطن. يبقى زي النهاردة الخديوي إسماعيل يتولى حكم مصر بعد وفاة عمه سعيد باشا. الكلام ده سنة 1863 يوم 18 يناير.